8 وجبات تحت سن سنة ممكن تسبب أنيميا، اختناق، تسمم، اللي ممكن يكون خطير في بعض الحالات وتحتاج إن هي تدخل عناية مركزة. فتعالَ أقول لِك إيه الوجبات اللي ممنوعة تحت سن سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوباية حليب بسيطة لطفلك ممكن تكون أضرارها أكتر بكتير من الفايدة اللي ممكن ياخدها منها. فتعالَ أقول لِك ليه الحليب الحيواني تحت سن سنة بكل صوره ممنوع، سواء كان بقري أو جاموسي أو أغنام أو إبل. اللبن الحيواني كمية الحديد اللي موجودة فيه بسيطة ما تكفيش احتياجات الطفل في العمر ده، زائد إن هو بيقلل امتصاص الحديد فبيزود الأنيميا. البروتين الحيواني والأملاح العالية اللي موجودة فيه بيكون حمل على الكلى اللي بتكون لسه مش مكتملة في العمر ده، والبروتين الحيواني اللي موجود في اللبن بيكون صعب الهضم على الطفل فيسبب له مغص وآلام وممكن يعمل حساسية في الجلد. معلقة عسل بسيطة ممكن تدخل الطفل عناية مركزة، مش عشان العسل فيه مشكلة في حد ذاته، ولكن بعض خلايا النحل بتكون ملوثة بنوع من البكتيريا بتفرز السموم. السموم دي ممكن تعمل شلل في الأعصاب وارتخاء في العضلات وصعوبة في التنفس، اللي بعض الأطفال بيكون حالتهم خطيرة يحتاجوا جهاز تنفس صناعي ويدخلوا العناية المركزة. حموضة المعدة بعد سن سنة تقدر تقتل البكتيريا والسموم دي، عشان كده العسل ممنوع تحت سن سنة.